من لاهور جينجي صنعوا بطلا. الجزء الأول: في الاتحاد الوطني أصبح الأسياد ذيولا والذيول أسيادا. في الآونة الأخيرة كثيرا ما تردد اسم لاهور جينج على مسامع الكرد، غير أن شعب جنوب كردستان عموما وأهالي مدينة سليمانية على وجه الخصوص يعرفون هذا الشخص جيدا، وهو معروف لدى مواطني الجنوب بالشخص الذي استولى على إيرادات الجمارك والمعابر الحدودية بين جنوب كردستان وشرقها، والشخص الذي وقع اتفاقا خيانيا تاريخيا مع الحكومة العراقية وباع قلب كردستان، ومستحصل الرشاوى من عدة شركات، كما هو معروف بضعف الشخصية والحاقد والضاغن لدى أهل الجنوب، وأن حياته عبارة عن مجلة ملونة. ورغم كل هذا وخلفيته السوداء، تحاول بعض الأطراف أن تصنع منه بطلا قوميا ووطنيا وإظهاره على صورة المخلص المتفاني لغرب كردستان. فيا ترى أيما مرة هو حقيقة لاهور شيخ جينجي؟ من هو لاهور جينجي؟ ولد لاهور في مدينة أربيل عام 76. أمضى فترة من حياته في إيران كباقي العوائل الطالبانية، وتربى وتثقف في بريطانيا. شغل أول منصب له في الاتحاد الوطني الكردستاني عام 99-2000 كممثل له في تركيا. آنذاك كانت العلاقات بين الباكك والاتحاد متوترة جدا، بحيث تم ترجمتها لمعارك محتدمة بين الطرفين في أيلول عام 2000 دامت لأكثر من 5 أشهر، خسر فيها الاتحاد الوطني ما يقارب من 500 مقاتل والباكك 250 مقاتلا. آنذاك كانت الباكك تنتقد العلاقات التركية والاتحاد، واصفة إياها بالخيانية، وأن الاتحاد بمثابة الاستخبارات التركية. وما يتمتع به لاهور من علاقات مع تركيا فتعود أصولها لتلك الفترة، ويعود تواجد فرقة الاستخبارات التركية في مدينة سليمانية أيضا لتلك الفترة. عام 2002 تم تكليف لاهور بجمع شتات القوى التابعة للاتحاد، غير أنه أخضع هذه القوات لهيمنته وتحقيق مصالحه الشخصية خلال فترة وجيزة، وانخرط في تنظيمات مافيوية، وأخذ الجباية والضرائب عنوة من الشعب، ومارس أعماله خارج أطر الاتحاد وأوامره. تدخل مام جلال مباشرة في ممارسة لاهور وانتقده بعنف، وجرده من أي سلطة رسمية تذكر طيلة فترة حياته. وقبل مرض مام جلال عام 2012 لم يكن أحد ممن كان ينوي تسخير منصبه للفساد والسرقة يتسنم منصبا حزبيا، لا لاهور جينج ولا بافل طالباني والذي يتقاسم رئاسة الاتحاد في الوقت الحالي مع لاهور. فأهالي السليمانية هم بأنفسهم ما نقلوا هذه المزحة المضحكة عن مام جلال عندما كان بصحة جيدة. سأله شخص: كم ابنا لديك؟ فأجابه مازحا: لدي ابن وحمار، وكان يقصد بالابن قباء طالباني وبالحمار ابنه بافل طالباني، والذي أصبح الآن رئيسا مشتركا للاتحاد الوطني الكردستاني. فبات الاتحاد في حضن من بعده مام جلال عن حزبه في حياته، وأصبحوا ورثته فيما بعده. الأسياد أصبحوا ذيولا والذيول أسيادا. بعد تولي مام جلال زمام رئاسة الجمهورية العراقية عام 2005 أهمل العمل التنظيمي الحزبي وصب جل اهتمامه على إدارات الدولة، فكان الاتحاد يدار بكاريزما مام جلال ورفاقه كسرة رسول وملا بختيار والشيخ جعفر وبرهام صالح. وكان هذا الجناح أصحاب المواقف والقرارات في الاتحاد، أصحاب الأفكار والمبادئ والقيم الكردستانية. في هذه الأثناء وظفت عقيلة مام جلال هيرو إبراهيم نفسها نائبة له، فاستغلت امتيازات العائلة واسم مام جلال وعائلته لإحكام قبضتها على الاتحاد، كما جعلت نفسها الوريثة الوحيدة لمالية الاتحاد وأمنه، ما أدى لخلق حالة استياء وامتعاض شديدين لدى باقي قيادي الاتحاد، كونها احتكرت الحزب من مفرق رأسه لأخمص قدميه غير مبالية بوحدة صفه، بل طغى عليها الجانب العائلي فحاولت احتكار كافة قرارات الاتحاد، وهذا ما تسبب بحصول خلافات وتصدعات داخل الاتحاد. وهذه الخلافات بين جناحي الحزب هيأت الأرضية لظهور جناح آخر مدعوم من قوى أخرى خارجية. عام 2013 تولى لاهور جينج مسؤولية أهم مؤسسة في الاتحاد، ألا وهي المؤسسة المخابراتية والمعروفة بالمؤسسة المعلوماتية. كما تسنم شقيقه بولاد شيخ جينج منصب قيادة القوات الخاصة التي كان لاهور يقودها قبله، علما أن تكليف لاهور لم يكن طبيعيا، بل كان إحياء لاتفاقية سياسية قديمة. فقد كان إحياء لشراكة عائلة إبراهيم أحمد القيادي المؤسس للاتحاد عام 75، تلك العائلة التي كانت هيروخان وشقيقتها شاناز إبراهيم تمثلها ضمن أطر الحزب. فقد كان مبدأ الرئاسة المشتركة في الاتحاد بدعة لخلق توازن بين العائلتين، بحيث يستطيع الإنسان أن يجزم بأن بافيل طالباني مجرد ممثل شكلي لهيروخان وشقيقتها شاناز لا أكثر.
تصفية الكوادر القياديين القدامى. القوات التي آزرت لاهور لتولي منصب الرئاسة المشتركة في الاتحاد كانت إيران، فكانت إيران تدرك أن الجناح العتيق في الاتحاد يحل المشاكل السياسية وفق المبادئ والأسس نوعا ما. لهذا أرادت إيران استبدال هذه النخبة بقيادة جديدة للاتحاد موالية لها وتستطيع توجيهها وتوظيفها يوميا. فما تريده إيران هو أن يكون الرئيس الجديد للاتحاد كمحافظ لمحافظة إيرانية. لذا تمت تصفية جناح الكوادر القياديين القدامى للاتحاد، فأبرزت إيران أسماء جديدة ووظفتهم وكلفتهم بالنضال. فزاغ نجم عادل مراد في المجال السياسي وجرد من لا باختيار من أي تأثير. وفي أربيل تمت المقايضة بشخصية قوية ككسرة رسول بآريس عبد الله في الوقت نفسه جعلت من آل طالبان نجما سياسيا لامعا، كما حمله رسول والدكتور خسرو قول أعباء مسؤولية إبعاد الكوادر القدامى أمثال من لا باختيار على عاتقهم. وتم تعيين شاناس إبراهيم كرقيب على الاتحاد، ومما لا شك فيه أن ظهور لاهور كان نتيجة شهرته وحسنه وجماله وقوته وهيمنته الاقتصادية والعسكرية. تأثير البكك على لاهور جانجي. في الحقيقة تلقى الاتحاد الوطني ضربة موجعة خلال انتخابات عام 12 ما أفقدته الوعي، فأرادت إيران إعادة صياغة الاتحاد بالأسماء التي ذكرناها أعلاه، فكلفت الباكك وجميل بايك بدعم الاتحاد الوطني لإنجاح مخططها وتقوية من اختارتهم لقيادة الاتحاد. فبذل بايك جهودا جبارة من أجل تحقيق نوايا إيران وتقوية جماعة إيران في الاتحاد. فمن صنع من لاهور جنجي بقوته المعهودة الآن هو جميل بايك، وعملية تسليم كركوك للعراق إنما قادها بايك ولاهور معا. فسحبت البكك قواتها المتمركزة في دقوق وطوس خرمات قبل ساعة الصفر ب5 ساعات بالتزامن مع سحب الاتحاد لقوته. فحدث ما حدث في 16 من أكتوبر 17 من أحداث خيانية مؤلمة ودموية منعدمة النظير في تاريخ كردستان على يد جماعة لاهور جنجي وبافل طالباني قبل أحداث خيانة كركوك الكارثية ب4 أيام. وبحجة زيارة مرقد إمام جلال زار قاسم سليماني السليمانية وعقد اجتماعا مع كل من الاتحاد والبككة. شارك من جانب الاتحاد لاهور جنجي وهو رسول الدكتور خسرو. أما من جانب البككة فقد شارك رضا ألطون عضو الهيئة الإدارية لمنظومة المجتمعات الكردستانية وهو أحد الكوادر القدامى في المنظومة، ودمهات عقيد سيد خان آياس عضو اللجنة الدبلوماسية للبككة والذي قتل في غارة للمقاتلات التركية يوم 13 تشرين الأول عام 19 في جبل أزمر بالسليمانية. وفي الاجتماع تم وضع مخطط لمستقبل جنوب كردستان بناء مخطط لشنغال ومخمور وطبيعة العلاقات مع الغرب. فأقسمت هذه الأطراف على عداوتها للباردي والعائلة البارزانية، وتم بناء شراكة استراتيجية على قدر مشترك بينها. كما توجه لاهور وطاقمه بالتزامن مع إجراء الشعب الكردي لاستفتاء الاستقلال يوم 25 من أيلول عام 17 لبغداد على متن طائرة كابور للشحن والتي لا تحوي أي مقاعد للركاب أصلا. توجهوا هناك لعقد اتفاقات، كما وثقوا رحلتهم بصورة نشروها على منصات السوشيال ميديا، تلك الصورة التي تمثل الخيانة بعينها.